ورجعنا لكم مرة أخرى، وزي ما اتفقنا معاكم أولى فقراتنا النهاردة هتكون مع الشاعر والناقد دكتور أحمد الحديدي. أهلا بحضرتك اهلا يا معايا. فندم بحضرتك، سعيد بوجودي مع حضرتك يا أهلا فندم. بيك. اهلا وسهلا. يمكن دكتور أحمد الحديدي له العديد من الدواوين بالفصحى، مثل ديوان نداء وهو عام 2011، ديوان آية وهو ديوان شعر فصحى عام 2016، وصاح بي صاحبي وهو أيضا من الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2020. ولكن قبل ما هتكلم مع حضرتك عن ابداعاتك الشعريه، يعني انا عارفه ان حضرتك يعني اخترت قسم اللغه العربيه تمام، حصل بكليه الاداب. يا ترى ليه سبب اختيارك؟ هل هو حبا في الشعر الذي كنت تكتبه، ام لماذا دخلت هذا القسم على وجه الخصوص؟ انا دخلت القسم ده حبا في اللغه العربيه. نعم. انا اصلا بحب اللغه العربيه قبل ما اكتشف من عندي موهبه الشعر. يعني انا موهبه الشعر عندي اكتشفتها او ظهرت سنه 2005. نعم. فانا داخل اللغه العربيه عشان انا اصلا بحب اللغه العربيه. فكانت يعني هو كان عشقا للغه العربيه بالظبط كده. اكثر من بالظبط. دخولك في مجال الشعر اكثر. بالظبط. انا داخل اللغه العربيه عن حب، وقسم اللي انا بحب اللغه العربيه اصلا من مرحله الاعدادي كمان يعني. نعم. طيب خلينا نقول رسالة الماجستير اللي حضرتك كنت بيها داخل عفوا كلية الآداب كانت بعنوان النقد العربي القديم، تمام. صح كده؟ تمام. طيب ثم الدكتوراه في البلاغة العربية. تمام. كل هذه التخصصات يعني تصب في نهر واحد. بالظبط. تمام. عايزين نتكلم عن يعني الهدف من هذه الرسائل التي قمت بها. طبعا الماجستير عموما او اي رسائل في الدكتوراه عموما هي بتبقى الاول استمتاع او عشق نعم. قبل ما بتبقى صقل لموهبه شعريه. يعني انا لما دخلت مرحله الماجستير انا كنت خدت عضويه اتحاد الكتاب بالفعل، انا كنت عضو اتحاد كتاب فعليا. نعم. فلما دخلت مرحله الماجستير حبيت ان انا استزيد اكتر من العلم ومن النقد واشوف حتى المجالات بتفتح ازاي، وكل ده هيصب في خدمه الشعر او في صقل الموهبه الشعريه. فانا دخلت رساله الماجستير واشتغلت في النقد العربي القديم على اساس برضو زياده، يعني حبا في الموضوع اولا، ورغبه مني في صقل موهبه الشعريه عشان احاول بقدر الامكان برضو ان انا ازود الملكات بتاعتي في الابداع. طب خلينا نتكلم عن النقد. هل استطيع ان اقول ان النقد هناك اختلاف في مناهج النقد بوجه عام؟ طبعا هناك اختلاف في المناهج بحكم اختلاف النصوص. نعم. بحكم ان النص بيتكتب بطريقه مختلفه، فالنص لما بيتكتب باسلوب مختلف اكيد المنهج يختلف. يعني حتى احنا كمان في مرحله الماجستير كانوا اساتذتنا يقولوا لنا ايه، لو انا شبهنا تشبيه بسيط جدا جميل، لو انا عندي شنطه وعندي ملابس، نعم. وانا مسافر ومحتاج ان انا احط الملابس في الشنطه، اجيب الشنطه الاول ولا اجيب الملابس الاول؟ فطبعا احنا كلنا قلنا ايه، قلنا نجيب الشنطه الاول. طبعا ده اساسي. فالدكتور لا، لا، أمال لازم تجيب الملابس الاول وتشوف حجمها قد ايه عشان تقدر وتجيب تحدد الشنطه اللي تستوعب هذه الملابس. نعم. قال لنا الفكره دي، قال لنا اوعوا يا اولاد حد منكم يحاول يطبق نظريه نقديه ثابته على اي نص قدامه، كده انت ما تقدرش تقدر في حياتك. انما نعمل ايه، نشوف النص الاول اللي قدامنا هو ايه، وبعدين نجيب المنهج النقدي اللي بيتعامل مع النص ده. النص نعم. بيديك مفاتيح يقول لك اتعامل معايا بالطريقه الفلانيه او بالشكل الفلاني. نعم. واخد بال حضرتك ازاي؟ فاكيد طبعا المنهج هتختلف وتتطور وكل ده وارد يعني. طيب يمكن انت طبعا حضرتك في الدكتوراه كان عن البلاغة العربية. بالظبط. طبعا الانسان لما بيدرس بيتعمق اكثر، كل ذلك يؤثر في شخصيته. تمام. كيف اثرت هذه الرسالة في شخصيتك كناقد يعني متذوق للصور الجمالية البلاغية؟ كناقد اثرت فيا في اني بقيت بعرف اكتر التفاصيل الدقيقه قوي الصغيره نعم. اللي ممكن حد ما يبقاش مطلع عليها عادي، بحيث ان انا لما باجي اكتب قصيده ببقى عارف مثلا ايه الثغرات اللي ممكن حد يقع فيها فاعمل. كناقد وكمستمتع طبعا استمتاع، يعني الفكره في الاول انا مؤمن بنظريه الاستمتاع، ان انا نعم. بعمل الحاجه اللي مستمتع بيها. فطبعا اثرت فيا كمبدع او كاديب بقى في الشعر في الكتابه، انها يعني علت درجه الخيال عندي شويه في الكتابه وخففت حته الصنعه شويه. نعم. لان انا خلت كنت بقى في نوع من التلقائية في بالظبط كتابة الصور البلاغية والمرونة. مرونه اكثر شويه. نعم. يعني كنت من زمان ممكن اكون متقيد شويه في الكتابه، لكن دلوقتي بدا الموضوع يخف اكتر، يعني بدا يبقى في درجه من الانسيابيه او ترك الايد بشكل نعم. اوسع او بشكل ارحب يعني. نعم. فهي اثرت كده عموما
طيب خلينا نروح لمجال الشعر، ويمكن ديوان حضرتك الاول هو ديوان نداء، صح كده؟ تمام. كلمني الاول عن الديوان مم. وعن فكرته، وعشان نسمع بعد كده بعض ابيات منه. فكرة الديوان نصوص متنوعة، أغراض متنوعة، يعني بتصب مثلا في حاجات، في نص فيها وطني عن قضية غزة وفي قضية فلسطين، وفي نصوص منها مرتبطة بحالات نفسية خاصة بيها، حالات وجدانية، وفي حاجات غزل فيها، فيعني نصوص متنوعة. لكن أنا دايما مؤمن بمبدأ إن الديوان لازم يكون مرتبط بخيط واحد. نعم. في فرق بين مجموعة شعرية وديوان. الديوان لازم يكون النصوص كلها مع اختلاف حالاتها ومضامنها، بس في خيط واحد رابطها في الآخر. مم. المجموعة النصوص الشعرية مثلا ممكن يبقى في نصوص مختلفة، نص هنا يعني قصيدة في حتة معينة في موضوع معين، فما بيبقاش في رابط يعني. فهو ديوان يعتبر بالنسبة لي تجربة، يعني مش هي أعلى حاجة، يعني ممكن عشان مرات عليا فترة طويلة في الكتابة، فحاسس إن ده مش أعلى حاجة عندي أول ديوان يعني. ده طبعا طبيعة أي إنسان في الدنيا بيبدع أو بيكتب شعر، بعد مرور فترة معينة من الزمن بيحس إن اللي كتبه أول حاجة ما كانش هو الأقوى يعني في انت الموضوع. حضرتك اخترت عنوان نداء آه ليه؟ أنا دايما بميل لاختيار كلمات واحدة في دواويني مم. عشان أعمل عنصر تشويق. نعم. لما أنا أقول لحد قارئ عنصر أو كلمة نداء، هو أكيد ده هيدفعه إلى التساؤل، يفكر النداء ده بتاع إيه؟ مم. النداء ده خاص، وليه الكلمة نكرة مش معرفة؟ عشان هيفتح مجال قدامه للتأويل، هيقعد يفكر طب النداء ده لا إيه؟ مين اللي بينادي على مين؟ طب النداء خاص بإيه؟ فده يخلق حالة من التشويق وحالة من إثارة الذهن المتلقي أكتر، بما يجعل العملية التواصل بين المبدع وبين المتلقي أو بين القارئ أشد تشويقا، وأشد يعني استمتاعا، وفكرة إن هو يعيش أكتر مع حالة الشعر اللي هو بيقولها، يعني عايز أدمج العلاقة، ما يبقاش يعني لو الكلمة معرفة أو الكلمة معروفة ممكن لا تثير في نفس القارئ الشعور برغبة البحث. نعم. إنما لما تبقى الكلمة مبهمة، ده يدفعه أكتر لفكرة التخيل ده أو كده يعني. نعم. فدايما انا عملتها في ديوان نداء، وعملتها في ديوان تلك، وعملتها في ديوان آية، بس وعملتها في صاحبي صحيح برضه. انت بتثير فضول القارئ بالظبط بهذه الكلمة ان هو يحاول يعرف ايه هو النداء، يحاول يعرف ويبقى عنده رغبة في الاستكشاف. نعم. انا شايف كده يعني اكتر العناصر الجاذبة للديوان. يعني يمكن انا قبل كده اشتريت رواية قبل كده بسبب الموضوع ده، بسبب العنوان. كانت الرواية اسمها من أطلق الرصاص على جون. أعتقد إنها أجاثا كريستي أعتقد. فلقيت في جملة مكتوبة على الغلاف من بره، الجملة دي هي اللي شدتني إن أنا أجيب الكتاب أصلا. نعم. مكتوب عليها أكثر الروايات مبيعا على مستوى العالم. بسبب الكلمة دي أنا اشتريت القصة. عشان عايز تكتشف، عشان أعرف، يعني عشان أكتشف العنوان بيقصده بيه إيه؟ لا، عشان أكتشف هي ليه أكثر روايات مبيعا على مستوى العالم. تكتشف هي ليه ايه السبب في كده، وطلعت الحمد لله كويسه وتستحق انها يعني اقتنعت فعلا ان هي حلوه. وطلعت تستحق انها فعلا انها تكون اكثر روايات على مستوى العالم. فالتشويق ده عنصر مهم في الكتابه، بشوف ان هو حاجه مهمه جدا ان المبدع يثير ذهن القارئ للتساؤل والمشاركه وكده. طيب انا عارفه ان حضرتك اشتغلت في مجال الثقافه وايضا مع المبدعين، وحضرتك يعني تعمل باداره الشؤون الثقافيه باقليم شرق الدلتا. بالظبط يا فندم. هل هذا العمل كان بمثابه حافز ام ادى الى تعطيلك عن مشوارك الشعري؟ لا، هو مش تعطيل، ما بيبقاش تعطيل، بس بيبقى تحجيم. يعني تحجيم بيقلل فرص الابداع شويه. بيقللها ازاي؟ الابداع بيبقى محتاج ممكن ذهن صافي شويه، او محتاج وقت فراغ كبير شويه اكبر. نعم. فالشغل في العمل الثقافي ممكن يكون بيقلل تجارب الشعر، او بيقلل فرصه ان الانسان يكون عنده من صفاء الذهن ما يدفعه للابداع. نعم. لكن الحمد لله انا كتبت ديوان، على فكره في ديوان جديد لسه عامله من فتره قريبه، ان شاء الله ممكن يطلع قريب. فهي الفكره مش، ما فيش تعارض اصلا. انا بحاول بقدر الامكان في الشغل ان انا افصل دايما بين فكره ان انا موظف في شغلي وبين فكره ان انا مبدع. ما بحاولش اخلي الاثنين. حضرتك عارف تنظم وقتك ان انت يعني بجانب الشغل ان انت تجاري رغباتك الشعريه والنقديه. صحيح ما كانش بنفس القوه زي زمان، بس يعني بنحاول. طيب ايه راي حضرتك نستمع لبعض ابيات نقول من القصيده الجديده؟ ايه رايك؟ انت بتقول ان في حاجه جديده. في حاجه جديده، لو مش عايز خلاص يعني مفيش مشكله. طيب بس انا خدتها من حضرتك دلوقتي. انا هقول نص اسمه
وداع. وداع. إن وقت الرحيل زان وداعك، فاحمل الآن يا بني متاعك. إن وقت الرحيل زان وداعك، فاحمل الآن يا بني متاعك. لم يعد مجديا مكوثك في قوم رأوا لذة الحياة خداعك. ولن يشتهوا محياك أنسا، لا ولا زادك الفريد وباعك. كل ما فيك قد تأبى صواعا، كل ما فيهم قد تأبى صواعك. يا فؤاد تفض فقد ضقت ذرعا، وترفق فقد أصبت ذراعك. ضع على الأرض ما حملت من الشوق، أرح صدرا ليته ما أطاعك. أترى أنه من العدل أن تبقى على رقعة تزيد التياعك؟ الله جميل. يا ترى بقى حضرتك هتسمي يعني باسم وداع برضو، ولا ناوي تعملها لا إيه؟ أنا يعني مسميه موال. موال. اه وهتمشيه كله على وتيرة واحدة برضو؟ لا، هو صح؟ نص موال ده ماشي على نظام، على تكنيك الموشح او على نظام موشح. الموشح الاندلسي. نعم. مهم. فهو انا شايف ان هو ممكن ده يكون هو العنوان الاكثر تشويقا برضو للقارئ، ان هو يقرا يعني يحاول ان هو يشتري او يشوف ده ايه، يعني ايه موال ده. نعم. انا دايما بميل للاسماء اللي بتبقى موحده كلمه واحده، وغالبا بتكون الكلمه دي نكره عشان تثير اكثر في ذهن القارئ فكره ان هو يبحث او يدور. يمكن انا لاحظت ان انت في الدواوين عند حضرتك استخدمت نداء، تلك، آية، كلها كلمات بسيطة جدا ولكنها ملفتة وبتشد. ما هو ده مطلوب. يعني انا ملاحظة ان حضرتك يعني بتختار كلمة ممكن تحوي في طياتها الكثير. بالظبط، والقارئ له حق ان يفهم كما يريد، يعني برضو بالظبط كده. يعني آية، يعني حاجة زي آية او تلك. بالظبط، بفتح مساحات التأويل قدام القارئ، لان نعم. حتى كنا اتعلمنا برضو في الدراسات بتاعتنا النص الذي لا يدفعك الى القراءة مرة ثانية للاستكشاف هو نص لا يكون جيدا. القوة في النص، اذا لما بقول النص الجميل القارئ يقعد يفكر معايا، انا لازم العب في خيال القارئ، ما ينفعش اديله كل حاجة. نعم. لازم يبقى في مساحة من المسكوت عنه. نعم. ان هو يحاول يتخيل معايا، يحاول يعيش معايا الموضوع ماشي ازاي، ده ايه ده كده، يعني ازاي. وحتى في نصوصي غالبا ما بميلش للخطابيه او المباشره عاليه قوي في النص، يعني ما بحبش استخدم نص من اول وهله كده القارئ يفهم انا عايز اقول ايه، لا لازم يبقى فيها ابهام شويه او أخليه فيها نوع من الجذب او الترميز اللي هو يقعد يلعب معايا. نعم. حاول تستكشف كده معايا وتلعب معايا عشان تفهم انا عايز اقول عشان ايه، تفهم انا عايز اوصل ايه بكل هذه الدوام. لكن هديت لك النص من اول واحده خلاص التشويق زال التشويق خلاص هيقرا اول كلمتين بالظبط، مش هيضطر يكمل بالظبط. نعم. طيب ايه رايك نستمع لبعض ابيات من نداء؟ ماشي، حاضر. هقول القصيده اللي هي اسمها هزه. نعم. هل ارتقى وتنزه لاه بسلمى وعزه، هل ارتقى وتنزه لاه بسلمى وعزه، أو مس فيه فيسمو وجدانه حال حمزة، تلهو بلذاته الدنيا يا لها تلك نهزة، إن مد عينيه ألفت أعضاؤه ما استفزه، من مشهد يتراءى يهز في الكون هزة، في قصعة قد أعدت من نفسها مشمئزة، الآكلون تداعوا كل عليها بقفزة، طاشت بصفحتها أيد أزها البغي أزة، الله ممهلها لن تنالها منه عزة. جميل ما شاء الله. طيب يمكن احنا بنتكلم عن هذه يعني الإصدارات الجميلة، وكان لحضرتك آخر إصدار من الهيئة العامة للكتاب ديوان شعر جديد بعنوان صاحبي. عايزين نتكلم عنه. هو برضو حالة متطورة شوية، مش عايز اقول متطورة، يعني مختلفة شوية في انت غيرت كمان في العنوان، يعني انا ملاحظة انا غيرت في العنوان وبرضو من باب الامانة العلمية لازم اقول ان العنوان ده انا جايبه من شاعر امل دنقل.
نعم. كان في نص له، كان اسمه صاحبي صاحبي، انا مش فاكر اسم النص بصراحه، بس برضه من باب الامانه العلميه تقتضي زي ما اتعلمنا في البحث طبعا، طبعا. ان احنا نقول ان العنوان ده انا مستعيره منه نعم. عشان اخدم نص معين، فكره معينه. النص صاحبي صاحبي ده مكتوب اصلا في ثوره يناير، مكتوب في، يعني انا كاتبه اصلا نص صاحبي صاحبي في ثوره يناير. نعم. طبعا انا ما كنتش من الداعمين لها يعني، نعم. واخد بال حضرتك. هو انا اتمنى، كنت اتمنى ان أنا اقوله دلوقتي، بس الحقيقه انا مش فاكره. لا لا لا، يعني هو بس لفت نظري ان اه حضرتك في هذا، يعني في هذا الاصدار كنت مختلف عما اعتدنا هو عليه من كلمة نداء تلك آية، فحضرتك مرة واحدة غيرت. ومختلف في الهيكل كمان والشكل. اه. الديوان ده بيجمع بين نصوص مكتوبه على الطراز العمودي، نعم. وبين نصوص مكتوبه على الشكل التفعيلي. نعم. وبعدين النصوص العموديه كمان انا كاتبها بالنمط التفعيلي عشان العين ما تتكسرش وهي بتقرا الديوان. أكيد. يعني هو لو انا كان ممكن احط النصوص العموديه بشكل عمودي والنصوص التفعيله بشكل صدري، بس انا وجدت ان ده ممكن يخلي القارئ ما يحسش بالتناغم، او مهم. عينه تتكسر، ما يبقاش حاسس بالراحه وبيقرا. مهم. فرأيت ان انا اخلي النصوص العموديه مكتوبه بنفس التقنيه بتاعت الايه، النصوص التفعيل. نعم. فهو تجربه مختلفه. ما أكيد ف لازم نجرب تجربه برضه. تجربه مختلفه. فبرضه من النصوص يعني من النصوص الحلوه اللي فيه، في نص. احنا هنستمع لنص من حضرتك، اه لكن خلينا مشاهدينا الكرام نروح لفاصل ونرجع لكم مرة أخرى. الفنجان كتبها نزار قباني بقلب شاعر يعرف كيف يرسم بالكلمات قصص العشاق بين الحلم والحقيقة. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا، يا ولدي قد مات شهيدا. من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. العلاقة بين نزار قباني وعبد الحليم حافظ لم تكن علاقة شاعر بمطرب فقط، بل كانت لقاء بين جنوح القصيدة وجنوح الأداء. نزار كتب القصيدة بجراءة جمالية نادرة، وحليم غناها بحس درامي لا يجاري. لحن القصيدة الموسيقار محمد الموجي بطبقاته المتصاعدة وانتصاراته المفاجئة التي اكتملت بها عناصر نجاح القصيدة في وصولها إلى قلب المستمع وعقله ووجدانه. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قطعت امرأة يا ولدي يهواها القلب. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود،
والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأتي يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. واليوم وبعد عقود من الزمن لا تزال القصيدة تدرس في كليات الآداب، ويعاد تحليلها في الندوات الفنية، وتستلهم منها القراءات النفسية والنقدية. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب. ورجعنا لكم مرة أخرى وما زلنا مع ضيفي العزيز الشاعر والناقد دكتور أحمد الحديدي. دكتور أحمد، في 2007 كان ليك نص بالعامية، وكان تعليقك عليه إنك بتهديه لكل من يتحدث في أمر ليس هو متخصص فيه. هل نستطيع أن نقول أنها كانت تجربة واحدة فقط لا غير بلا عودة، أم هناك تجارب أخرى مثل ذلك؟ انا عندي نصوص عاميه كتير، نعم. بس انا ما بحبش اطبعها او انشرها علشان انا مش حابب يعني اصدر نفسي لمشهد ادبي يعني شعر عاميه. لكن انا عندي نصوص عاميه كتير. النص ده كانت مناسبته، ودي حاجه طبعا انا مش بميل ليها عموما. نعم. انا مؤمن بمبدا التخصص. يعني حد مثلا، انا مثلا واحد بفهم في الفيزياء يبقى اتكلم في الفيزياء. بالظبط. ما ينفعش ابقى انا بتاع لغه عربيه مثلا واروح اتكلم في الفيزياء مثلا واقعد اقول في كذا في كذا. فكانت في الفتره دي حد من الاشخاص يعني طلع وتحدث في امور الدين وزعم نفسه عالما في الدين، وقعد يتكلم بقى ويقول ده كتاب كذا بيقول كذا وكتاب كذا بيقول كذا والمفسر الفلاني بيقول كذا والقران فيه كذا، وكل الكلام ده ما كانش هو اصلا فاهم فيه حاجه يعني. نعم. فالموقف ده استفزني ان انا اكتب القصيده، فكتبتها وعنتها عندي وما نشرتهاش اصلا، لان انا نشرها لسه من يومين على على الفيس، ما اعرفش حضرتك جبتها ازاي. فنشرتها على الفيس. احنا معانا اعداد قوي، خلي بالك. طبعا. يعني. انا عارف. استاذ محمد من المعدين الجمال. طبعا انا عارف. استاذ محمد تحيه طبعا له. اكيد طبعا. تحيه طيبه له. فكان دايما احب اقول ان حد متخصص في حاجه يتكلم فيها. نعم. اللي مش متخصص في حاجه يسيب اهل التخصص يتكلم في الموضوع، عشان ما يبقاش الامور كلها ايه مختلطه مع بعض ويطلع حد يتكلم في كذا وكده يعني. طب نسمع حاجه عامية؟ بما انها بقى تجربه ويعني عاميه. مش هننشرها ولكن هنستمع طب ليها. هشوف كده اذا افتكرت حاجه، لان العاميه عندي صعبه شويه افتكرها. طيب خلينا يعني نحاول نتكلم عقبال ما ماشي. حضرتك كده. تمام. يمكن ظهر على الساحة مؤخرا يعني موجات جديدة مثل قصيدة النثر وأيضا شعر الهايكو. ايه رأي حضرتك في كل هذه الموجات؟ يعني هل ترى أنها ستحل في مكانة كبيرة أو ستستمر؟ هو النماذج المختلفة من الأشعار، أنا بس عندي تحفظ صغير على تحت أمرك. قصيدة النثر. قصيدة النثر أنا مختلف بس مع مسماها. نعم. يعني أنا بعتبره نص نثري، بقول عليه أدب يعني يدخل في سياق إنه نص نثري. ما ينفعش أقول عليه قصيدة. ما ينفعش أقول عليه قصيدة، ده وجهة نظري طبعا. في نعم. لا، ما هو طبعا دي أكيد دي وجهة نظر. وعلى فكرة هو فن قوي جدا، مش حد يعرف يكتبه. نعم. وكثير من الناس الذين يهربون من العروض او من الاوزان الشعريه بيدعي ان هو بيكتبه علشان يتحرر من فكره الوزن. نعم. فلما نيجي نتكلم معاه نلاقيه مش بيكتب نص نثري حقيقه. النص النثري هو ادب ونصوص محتاجه درايه عاليه جدا باللغه العربيه، ومحتاجه ثقافه عاليه جدا، لان بتعتمد على تنص واقتباسات من النصوص وبتعتمد على خلق علاقات بين اشياء لا علاقه لها اصلا في الحياه. نعم. في الحقيقه فهو محتاج ثقافه موسوعيه مش موجوده عند اي حد. فانا بشوف ان في بعض الناس بتستسهل او الكتاب فيقوم بيكتب نص، فيجي يكتب كلام هو ملوش علاقه بحاجه، فيجي يقول له اصل نص نثري، فنيجي نحاسبه بمفهوم النص نثري ان مش نص، مش نص نثري كما يزعم هو. يعني يقول نص نثري، طيب اجي اشوف المقاييس اللي اهل النثر بيستخدموها. نعم. الاقي ما فيش منها حاجه. بالنسبه للهايكو، الهايكو هو فن ياباني، فانا مانيش فاهم برضه، يعني مختلف شويه في فكره ان انا ليه استعير فن ياباني وانا عندي الثقافه العربيه بتاعتي. يعني هم الشعر دايما
لو ترجم من لغه الى لغه اخرى فقد رونقه وبريقه. ده اكيد. ده مليون في المية. فأنا نعم. ايه اللي يخليني أروح أستعير فن مثلا زي هايكو وأجيبه عند الثقافة العربية؟ طب ما أنا طالما استعرته أكتبه باللغة بتاعته. بالظبط، يعني لان أنا مهما ترجمناه هيضعف. مش هندي الروح اللي بالظبط. صاحبها كان بيحاول بالظبط يوصلها. هيضعف. طيب أنا لو عايز أكتب هايكو أكتبه بالياباني، أتعلم اللغة اليابانية وأكتبها. اه لكن ايه فكرة ان انا اجيب هايكو او فن مثلا مش عربي وادخله الثقافة؟ اما فكرة بقى ان هو فارض وجوده، هو فرض وجوده كلها اذواق، يعني محطوطة، يعني المائدة بتاعت الادب عليها اصناف كثير من الطعام. اكيد. كل واحد بياخد الحاجة اللي عايزها والحاجة اللي مش عايزها خلاص. ومع مرور الزمن او التاريخ، الزمن بقى هو اللي بيقول ايه اللي هيثبت على المائدة نعم. مش هيطير، وايه اللي الرياح هتشيله بعد ايه، بالظبط. بعد فترة ما يضعف ويبقى مستواه مش جيد. بس دي الفكرة كلها. طيب هل ترى ان شعر الفصحى والقصيدة العمودية ما زال لها رونقها حتى الآن؟ هو يعني الرونق موجود نعم. بالنسبة للكاتب، ولكن قل جمهورها شوية ليه؟ نظرا لابتعاد القارئ شوية عن فكرة اللغة العربية. يعني هو النص العربي الفصيح دلوقتي نعم. مش منتشر قوي بين القراء وبين الجمهور. بس اللي عاجبني في الأمر إن ما زال هناك شعراء فصحى عموديين كلاسيكيين بيكتبوا جميل جدا وموجودين لغاية دلوقتي. لا موجودين طبعا، موجودين ده كتير. لكن القارئ هو اللي ممكن تكون بس بسبب المجتمع الحالي وعصر السرعة والتطورات اللي موجودة حوالين مننا، هو اللي ممكن يكون تفاعله مع فصحى أقل شوية. هل اقدر اقول ان هذه الموجات الجديدة اللي ظهرت تكون هي السبب في ان القارئ بعد عن شعر الفصحى والقصيدة العمودية؟ ربما اكيد. اكيد يعني مش ربما. اكيد هو ده اللي خلاهم ان هم يعني يبتعدوا عن وبعدين كمان ده ابتعدوا عن الشعر خالص. يعني حضرتك لما تزوري معرض القاهرة الدولي للكتاب هتلاقي اغلب الشغل اللي بيتباع مش شعر، روايات وقصص. يعني لما حضرتك تزوري معرض القاهرة الدولي للكتاب وتشوفي وتعملي استطلاع كده رأي بالنسبة للناس بيشتروا ايه وبيسيبوا ايه، هتلاقي ان اغلب الذي يباع في المعارض عموما، سواء معرض القاهرة الدولي للكتاب او اي معرض، هو عبارة عن قصص وروايات. يعني حتى شعر العامية نفسه بدأ رونقه موجود وما زال الشعراء العامية بيبدعوا بكل حاجة. بس القارئ العادي ربما مش حابب او يعني مش حاسس بايه بشغف ناحية الشعر. معلش يمكن، طب هسأل حضرتك سؤال. يعني حضرتك بتقول يمكن القارئ مش قادر يحس بيها. هل اقدر اقول ان الشعراء لم يستطيعوا بكلماتهم ان هم يغزوا وجدان القارئ حتى يستمع، حتى يقرأ لهم او يستمع اليهم؟ مش بالضرورة. يعني طب وليه يعني زمان كنا بنجبر كلنا على اننا انا اسفه من حلاوة القصيدة حتى لو انا ماليش في اللغة العربية قوي، لا انا بسمعها وعايزة اقراها ما هو يا فندم ومستمتعة بيها. الثقافة بتاعتنا من زمان شوية ممكن تكون حصل فيها بعض التطورات شوية عن دلوقتي. نعم. فعشان كده المتلقي عموما ما بيحبش يقرا فصحى. وبعدين حتى يعني مثلا ابو تمام لما جه واحد بيساله بيقول له ايه، بيقول له يا ابو تمام لماذا لا تكتب من الشعر ما يفهم؟ نعم. فرد عليه قال له ايه؟ قال له ولماذا انت لا تفهم واقول؟ يعني انت بتقول ان انا بكتب حاجه ما بفهمش، طب وليه انت مش عندك القدره تستوعب اللي انا بقوله؟ فهي الفكره من الناحيتين من الطرفين. ما اقدرش اقول ان الشاعر مقصر وان التقصير عنده، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول ان القارئ هو ثقافته كده، هو يعني عمليه واصله عمليه يعني تفاعليه. بالظبط. العمليات التفاعليه مش موجوده، فعادي للاسف يعني. للاسف الشديد طبعا. الشاعر والناقد دكتور احمد الحديدي، بجد انا سعدت بحواري مع حضرتك جدا وشرفت شاشه القناه الثقافيه. انا سعيد والله بالتعرف بالقعده مع حضرتك وباللقاء الجميل ده وفرصه جميله يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، يمكن فقرتنا انتهت لكن لسه برنامجنا ما انتهاش. باذن الله فقرتنا القادمه مع زميلتي العزيزه دكتور سوزان فضالي. خلينا نخرج لفاصل ونرجع لكم تاني.